بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نتحدث في هذه الحلقة عن أحد أبناء الإمام علي عليه السلام، وهو عمر الملقب بالأطرف، الذي اختلف المؤرخون في سنة ولادته، فقد ذهب ابن شبة في تاريخ المدينة وتبعه في ذلك الأصفهاني في الأغاني من أنه ولد يوم استلم عمر بن الخطاب الخلافة، واعتمدوا في ذلك على نص لعلي عليه السلام يقول فيه: ولد لي غلام يوم قام عمر، وفي نص آخر: يوم استخلف عمر. واعتبر آخرون أنه ولد في أواسط عهد عمر، ذلك أن سنة وفاته كانت في زمن الوليد بن عبد الملك المرواني، وأن عمره كان حين وفاته 80 عاما أو 75 أو 77، فإذا كان الوليد قد توفي عام 96 فنحسن منها 80 عاما، فتكون ولادته في العام 16 للهجرة. أما عن سبب تسميته فقد نقل ابن شبة النميري أن رجلا دخل المسجد النبوي وفيه علي عليه السلام، فقال: بشراك يا أبا الحسن، إن امرأتك الصهباء التغلبية قد ولدت غلاما. فقال عمر بن الخطاب: هب لي اسمه. فقال الإمام علي عليه السلام: نعم. فقال: قد سميته باسمي ونحلته غلامي موركا. والملاحظ أن الإمام عليه السلام لم يطلب من أحد أن يسمي له ولده، وإنما بادر عمر إلى ذلك، فلم يزد الإمام أن قال نعم. في هذا قد بين الإمام عليه السلام أنه أسمى من أن يستدرج إلى حرب الأسماء التي اعتمدها غيره، حيث لم نجد من مناوئيه من سمى عليا أو حسنا أو حسينا. ولو خالف الإمام آنذاك لربما قيل له: هل عدم ارتضائك بالاسم هو لقبح فيه؟ فليس قبيحا في لغة العرب في زعمه، أم القبح في حامله وهو الخليفة؟ فما ذنب أن ينتقل القبح إلى الاسم، وبهذا يصبح كل من تسمى قبله أو بعده به يحمل وزرا ليس هو فاعله. وبالتالي يكون رفض الإمام عليه السلام انفعاليا، حاشاه ذلك، بل إنه باستجابته أكد على منهج أهل البيت عليهم السلام في تأكيدهم الدائم على التعايش السلمي مع الآخر ولزوم سد باب الفتن إلا بحجة قوية. ولا يمكن الاستدلال على محبة شخص لآخر من خلال التسمية إلا إذا صرح صاحب التسمية في ذلك، كما فعل أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال عن ولده عثمان بأنه سماه حبا بالصحابي الجليل عثمان بن مظعون. وكيف كان؟ فقد كان الاسم بحد ذاته غير مقصور على الخليفة، بل كان جملة من الصحابة يحملون الاسم نفسه، ومنهم عمر بن أبي سلمة ابن أم المؤمنين أم سلمة، الذي جاهد مع علي عليه السلام في مشاهده وكان من شيعته، وغيره كثير. لكن المفارقة أننا لا نجد من مناوئي أهل البيت من سمى بأسمائهم، علما أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو من اختار تلك الأسماء. فقد روى صاحب شرح النهج أن عبد الملك بن مروان سمى ابنه بالحجاج لحبه للحجاج بن يوسف الثقفي، وقال: سميته الحجاج بالحجاج الناصح المكاشف الداجي. ولم نجد أمويا أو زبيريا اسمه من أسماء أهل البيت عليهم السلام. المفارقة أيضا أن الشيخ المفيد في كتابه الجمال وصاحب كتاب الشافي في الإمامة يرويان عن مسروق أنه قال: دخلت عليها أي على عائشة فاستدعت غلاما أي عبدا لها باسم عبد الرحمن،
فسألتها عنه فقالت عبدي، فقلت كيف سميته بعبد الرحمن؟ قالت حبا بعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي. الرواية ينقلها الشيخ المفيد. هنا نجد أن كل من سمى اسما حبا بشخص ما كان يصرح بذلك، ولم نجد أو نعثر على تصريح لعلي عليه السلام بسبب تسميته ابنه بهذا الاسم، فلا معنى لأن نخترع من عندنا أسبابا ليس عليها دليل. وكيفما كان فليس لعمر بن علي هذا أي ذكر أو موقف في حياة أبيه عليه السلام، علما أن المؤرخين ذكروا مواقف لأخيه محمد بن الحنفية ولأخيه أبي الفضل العباس، علما أن عمر هذا أسن من العباس عليه السلام. لكن السؤال المهم هو: هل شهد مع أخيه الحسين عليه السلام واقعة كربلاء؟ في المسألة قولان. الأول أنه كان معه ومعه أخته التوأم رقية التي كانت زوجة لمسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه، ومعها ولداها عبد الله ومحمد. نص على هذا أبو مخنف لوط بن يحيى في مقتله، وابن شهراشوب في المناقب، وكذلك ابن أعثم الكوفي في الفتوح، وأنه قد برز بعد أخيه أبي بكر وحمل على قاتله واسمه زجر أو زحر فقتله، واستقبل القوم فلم يزل يقاتل حتى قتل. ولم يركن الشيخ المفيد إلى هذا القول في الإرشاد كما نفاه المجلسي في البحار، وتبعهم الشيخ المامقاني في تنقيحه والسيد الخوئي في معجمه، لوجود نصوص كثيرة تؤكد بقاءه حيا إلى زمن عبد الملك بن مروان على الأقل. وفي بعض النصوص أنه خاصم أيضا عبيد الله بن العباس، ابن العباس باب الحوائج ابن علي، في ميراث العباس وإخوته، وصولح معه على شيء من المال في زمن عبد الملك. وقد قطع بعدم حضوره واقعة الطف كل من الطبري، ابن قتيبة الدينوري، ابن عبد ربه، أبو الفرج، والشيخ المفيد. والأهم من هذا كله أنه لم يرد له ذكر في كل من زيارة الناحية أو الزيارة الرجبية. أما الرأي الثاني وهو الأرجح أنه تخلف عن الالتحاق بالحسين عليه السلام ولم يسر معه إلى كربلاء، علما أنه دعاه للخروج فأبى. يروي ابن عنبة قائلا: وتخلف عمر عن أخيه الحسين عليه السلام ولم يسر معه إلى الكوفة، وكان قد دعاه إلى الخروج معه فلم يخرج. ويقال إنه لما بلغه قتل أخيه الحسين عليه السلام خرج في معصفرات له، يعني ثياب معصفرة بالزعفران، وجلس بفناء داره وقال: أنا الغلام الحازم، ولو خرجت معهم لذهبت في المعركة وقتلت. وقد يناقش البعض في صحة هذه الرواية سندا ومتنا، لكن ما لا يمكن نقاشه هو مبايعته لعبد الله بن الزبير والحجاج بن يوسف الثقفي، وانخراطه في حملة مصعب بن الزبير، واختلافه مع الإمام زين العابدين في صدقات الإمام علي عليهما السلام، واستعانته بحكام الجور ضد بني إخوته الحسنيين والحسينيين. كل هذا يجعلنا نقف أمام نموذج من نماذج التردد وازدواجية الشخصية، مما جعله غير ممدوح عند أهل البيت عليهم السلام. نستعرض هنا بعضا من هذه النماذج. أولا، ذكر في مختصر تاريخ دمشق أن عمر بن علي بن أبي طالب قدم مع أبان بن عثمان بن عفان على الوليد بن عبد الملك يسأله أن يوليه صدقات أبيه، وكان يليها يومئذ ابن أخيه الحسن بن علي، فعرض عليه الوليد الصلة وقضاء الدين، فقال: لا حاجة لي في ذلك. فكتب الوليد رقعة فيها أبيات الربيع ابن أبي الحقيق اليهودي، ومنها البيت: لا نجعل الباطل حقا ولا نلظ دون الحق بالباطل.
ثم دفع الرقعة إلى أبان وقال ادفعها إليه وأعلمه أني لا أدخل على ولد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله غيرهم. فانصرف عمر غضبان ولم يقبل منه صلة. وعجيب ما روي هنا، فإن القاصي والداني يعلم أن عليا إنما أوقف أراضيه بينبع وغير ينبع على أولاده من فاطمة عليها السلام حصرا، وهو أمر يعرفه حتى حكام بني أمية، فكيف يطلب عمر هذا الطلب مستقويا بالخليفة على أولاد فاطمة عليها السلام؟ ويا ليته خرج بنتيجة سوى الفضيحة والعار. بل ذكر صاحب كتاب نسب قريش ما نصه: قتل العباس بن علي بعد إخوته، فورث إخوته الذين لم يكن لهم ولد، وورث العباس ابنه عبيد الله، وكان محمد بن الحنفية وعمر حيين، فسلم محمد لعبيد الله ميراث عمومته، وامتنع عمر حتى صولح وأرضي من حقه. وهذا ليس شيئا فحسب، بل خلاف الحكم الشرعي الذي يمنع الإخوة من الميراث مع وجود أولاد للميت. ثانيا، أنه عاد واستعان بشر خلق الله في سبيل مبتغاه، فقد ذكر جملة من أرباب السير أنه طلب من الحجاج بن يوسف حينما كان أميرا على الحجاز أن يتوسط في إقناع الحسن ابن الحسن المثنى أن يدخله في صدقات علي التي كانت تحت ولايته. فقال له الحجاج يوما: أدخل عمك عمر بن علي معك في صدقة علي فإنه عمك وبقية أهلك. فقال الحسن المثنى: لا أغير شرط علي ولا أدخل فيها من لا يدخل، وشرط علي أن لا يدخل فيها سوى ولد فاطمة. قال الحجاج: إذن أدخله معك بالقوة. فنكص عنه الحسن المثنى وتوجه إلى عبد الملك حتى قدم عليه، فوقف ببابه يطلب الإذن، فمر به يحيى بن الحكم، فلما رآه يحيى عدل إليه فسلم عليه وسأله عن مقدمه وخبره واحتفى به، ثم قال: إني سأتبعك عند أمير المؤمنين، يعني عبد الملك. فدخل الحسن على عبد الملك فرحب به وأحسن مساءلته، وكان الحسن بن الحسن قد أسرع إليه الشيب، فقال له عبد الملك: لقد أسرع إليك الشيب. ويحيى بن الحكم في المجلس، فقال له يحيى لعبد الملك: وما يمنعه شيبته أماني أهل العراق، كل عام يقدم عليه منهم ركب يمنونه الخلافة. فأقبل الحسن فقال: بئس والله الرفد، رفدت، وليس كما قلت، ولكن أهل بيت طيبة أفواهنا، فتميل إلينا نساؤنا فتقبلنا فيها، فيسرع إلينا الشيب من أنفاسهن. فنكس عبد الملك رأسه لأنه كان أبخر الفم، ثم أقبل عليه وقال: يا أبا محمد، هلم لما قدمت له. فأخبره بقول الحجاج، فقال: ليس ذلك له، اكتب كتابا إليه لا يتجاوزه. فكتب إليه، ووصل الحسن بن الحسن وأحسن صلته. فلما خرج من عنده لقيه يحيى بن الحكم، فعاتبه الحسن على سوء محضره وقال له: ما هذا الذي وعدتني به؟ فقال له يحيى: أيها عليك، فوالله لا يزال يهابك، ولولا هيبتك ما قضى لك حاجة، وما آلوك رفدا، أي ما قصرت في رفدك وإعانتك. هنا نلاحظ أن عمر بن علي كان سببا في عذاب بعض أهل البيت من خلال تعديه على ما ليس له. وفي رواية أخرى أن عبد الملك أوكل أمر صدقات علي عليه السلام إلى الإمام السجاد صلوات الله وسلامه. وحدث ذات مرة أن الإمام لما خرج من منزله عارضه عمر الأطرف متناولا إياه ومؤذيا له، فسكت الإمام ولم يرد عليه شيئا. فلما كان بعد ذلك دخل محمد بن عمر أي ابنه على علي بن الحسين فسلم عليه
وأكب عليه يقبله، يعني كأنما يعتذر عن والده. فقال علي بن الحسين: يا ابن عم، لا تمنعني قطيعة أبيك أن أصل رحمك، فقد زوجتك ابنتي خديجة. ثالثا، نجد هذا الرجل لم يخرج عن كونه شيعيا بالمعنى المطلق للكلمة، فقد روى عزان في كتابه أن عمر هذا كان يؤذن بحي على خير العمل، ويجهر بالقراءة ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين جميعا، يعني بالحمد والسورة اللي بعدها بالصلاة. وهذا من خصائص الشيعة كما هو معلوم، كما حكى العمري قائلا: اجتاز عمر بن علي الأطرف في سفر كان له في بيوت بني عدي، فنزل عليهم وكانت شدة، يعني وقت ضيق، مجاعة، فجاءه شيوخ الحي فحادثوه، واعترض رجل منهم مارا له شارة، له علامة، فقال: من هذا؟ قالوا: سلم بن قتة، وله انحراف عن بني هاشم، يعني ناصب العداء لبني هاشم. فاستدعاه وسأله عن أخيه سليمان بن قتة، قال: وكان سليمان من الشيعة، فأخبره بأنه غائب. فلم يزل عمر يلطف له في القول ويشرح له الأدلة حتى رجع سلم إلى مذهب أخيه، وفرق عمر في البيوت أكثر زاده ونفقته وكسوته، وأشبع جميعهم طول مقامه. فلما رحل بعد يوم وليلة حتى عشبوا وخصبوا، فقالوا: هذا أبرك الناس حلا ومرتحلا. وكانت هداياه تصل إلى سلم، فلما مات رثاه سلم هذا بأبيات من الشعر. إننا أيها السادة أمام شخصية محيرة نجد لها مثيلا في كل عصر وفي كل زمن. رجل له من أرومته ما يجعله سيدا بين الناس، فهو ابن أبي طالب، ابن علي بن أبي طالب، سيد الوصيين وفخر الإنسانية. لم نجد في سيرته ما يخرجه عن كونه شيعيا، بل ربما كان يجادل في التشيع داعيا إلى حب أهل البيت، فلم يكن إذن ممن يتنصل من مذهبه، طالما كان مذهبه يخدم مصالحه الخاصة. أما عندما يفترق اعتقاده عن تلك المصالح نجده مباشرة يتجه في طريق تحصين أموره الشخصية. فلا مانع لديه من عدم الخروج مع الحسين عليه السلام، معتبرا نفسه أنه كان ذكيا بعدم إهلاك روحه، ولم يتورع عن معاداة زين العابدين عليه السلام والحسن المثنى من أجل أملاك لا حق شرعيا له بها، بل واستعمل في سبيل ذلك اللجوء إلى أسوأ حكام الجور، الحجاج بن يوسف الثقفي والمرواني عبد الملك. بل ذهب بعض المؤرخين أنه إنما بايع عبد الله بن الزبير طمعا في منصب دنيوي، وأنه قتل تحت راية مصعب بن الزبير بعد حربه للمختار الثقفي. هاي في رواية هالشكل. وصحيح أننا لا نستطيع أن نجزم بكل تلك المرويات، لكن القدر المتيقن أنه لم يكن ممدوحا من قبل أحد من المعصومين عليهم السلام، بل كان يقول لأخيه الحسين عليه السلام: لولا ناولت وبايعت، أي نفس خطاب عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي مجته أذن أبي عبد الله عليه السلام، فقال: أف لك لهذا الكلام. السؤال المهم: كم من أمثال هذه الشخصية في تاريخنا ينتحلون التشيع لأنهم لا يستطيعون الخروج منه، ولأنه يجعلهم مقبولين لدى بعض السذج، وهم في نفس الوقت يستعملون وجاهة أهل البيت عليهم السلام لتعزيز وجاهتهم، التي لولا ذلك لما كانت شيئا مذكورا، مع تقديم استحساناتهم وبؤس آرائهم، وكأنها في أصل الشرعة والمذهب، والله المستعان على ما يصفون. أحببت في هذه الحلقة أن أضيء على هذه الشخصية الضبابية التي لم أعثر على مدح لها من قبل أئمتنا، بل على العكس وجدنا مواقف عدائية من الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. نشد الترحيب بكم.